السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي أحلى متابعين في الدنيا، النهاردة احنا موجودين في مول صدناوي في ميدان العتبة. هاخدكم لمكان جوه المول ملغم بالرفايع التركي. الرفايع التركي اللي كلنا بندور عليها، وعلشان نطلبها اونلاين لازم تجيلنا ضمن اوردر كبير. يلا نسمي الله ونبدأ مع بعض. مش هنسى اقول لكم اني دخلت المول من الباب الجانبي، يعني دخلت من الرويعي. كمان هسيب لكم العنوان وكل التفاصيل في صندوق الوصف. اول حاجة شفتها وعجبتني كانت قشرة التوم دي، بجد حلوة قوي وشكلها كيوت وشكلها عملي كمان. اعتقد انها تعجب قوي العرايس وتعجب ستات البيوت اللي بيحبوا التغيير والتجديد. كمان عجبتني الشيالة دي، شكلها حلو قوي وحجمها مش صغير، بس يمكن عشان انا كنت مقربة الكاميرا. ولما هنيجي للرفايع اللي قلتلكم عليها بجد حدث ولا حرج. يعني عندهم أطقم توزيع سيليكون، أطقم توزيع خشب، عندهم كمان أطقم توزيع أكريليك عجبتني قوي، عندهم هراسة البطاطس، عندهم كمان مضرب البيض، مضرب النسكافيه، كمان عندهم الهون القمر الكيوت ده عجبني قوي، عندهم شوك ومعالق وسكاكين. وكمان الميزة عندهم ان عندهم اطقم وعندهم كمان فرداني. اطقم القهوة كمان حلوة قوي. كمان عندهم الطواجن البورسلين باحجامها واشكالها الجميلة جدا. لما هنيجي بقى للرفايع اللي دايما بنشوفها اونلاين دي، انا عجبني كام حاجة كده اشتريتهم، ان شاء الله على خير هعمل لكم عليهم ريفيو. عجبني قوي غلق الاكياس ده، بجد حلو قوي قوي قوي، عجبني كمان في منه شكلين. ودي نقدر نخلي بيها الزيتون او الكريز، بجد هي كمان عجبتني. عندهم كمان اطقم التوابل حلوة قوي، وكمان عندهم اطقم اكريليك، علب اكريليك بجد تحفة. السكرية دي كمان حلوة قوي. كمان دي الصبانة اللي ممكن نحطها على الحوض ونحط فيها الصابون، كان بيوريني شكلها عامل ازاي. وبنحط كده عليها، هي من الاكريليك، بنحط عليها الاسبونشة ونضغط، بجد عجبتني جدا. ودي اطقم التوزيع اللي قلت لكم عليها الاكريليك، قالوا لي انها حلوه جدا سواء للجرانيت او السيراميك. الاطقم دي اللي على شكل سمكه عجبتني جدا. والاطباق عندهم والبولات بصراحه حدث ولا حرج، عندهم اشكال كتيره جدا جدا منها. بالنسبه للمجات كمان كان عندهم مجموعه حلوه قوي. المجموعه بصراحه اشكالها متنوعه واحجامها كمان متنوعه. بولات الشوربة كانت عندهم سادة ومنقوشة، بجد عجبتني جدا جدا جدا، وأسعارها كمان حلوة. بالنسبة للصواني الخشبية دي عجبتني جدا جدا، في منها أحجام وبجد شكلها حلو قوي وعملية جدا، وأعتقد العرايس هتبقى حلوة قوي. شايفين الشكل القمر الغزال ده أصغر حجم فيها أحجام زي ما قلت لكم. ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة اللي بتمنى من قلبي انه يعجبكم. ياريت لو عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك، شير، اشتراك في القناة، واستنوني دايما في المطبخ مع سنة. السلام.